باش تخسر مع منتخب كيلعب معك ب10 اللاعبين وفي الوقت القاتل خصك يكون سميتك طريق سكيتيوي. ماشي اي مدرب كيخسر في هذا الوقت بالضبط. علاش؟ انا نقول لك السبب علاش. طارق سكيتيوي اولا كلاعب لديه مسيره رائعه، مسيره مشرفه، حيث ان هذا المدرب لعب في بورتو البرتغالي كبير البرتغال، وحقق معه كل الالقاب، الدوري والكاس وكل الالقاب الممكنه حقق مع الفريق البرتغالي، وكذلك احترافه في الدوري الهولندي مع زياد القمر، كذلك في الدوري المغربي وفي بعض الدوريات الخليجيه. يعني مسيره مشرفه الى حد ما. اما في عالم التدريب فقد درس التدريب في الأكاديميات وإلى غير ذلك. لكن ما حدث يوم أمس وما فعله يوم أمس يدل على أن هذا الشخص، أن هذا السيد لا يفهم أي شيء عن كرة القدم، لا كلاعب ولا كمدرب. حتى إذا أتيت بشخص لم يدرب ولم يلعب كرة القدم بالمرة، والله العظيم لن يقوم بتلك التغييرات التي قام بها يوم أمس. كيف يعقل؟ يعني السؤال المباشر الذي يجب أن يطرح: ما هو سبب الخسارة يوم أمس؟ شنو هو سبب الخسارة باش خسر المنتخب الوطني المغربي؟ صحيح هناك لاعبين لم يكونوا في المستوى وإلى غير ذلك، هناك لاعبين قاموا بعدة أخطاء، لكن السبب المباشر في خسارة المغرب هو المدرب، ليس اللاعبين فقط. لا، المدرب يتحمل 95% من أسباب الخسارة. كيف يعقل لمدرب في مباراة حاسمة، في مباراة مصيرية، في مباراة كانت ستجعلنا أن نمر للدور الثاني، لكن المدرب بأفكاره الغبية يقوم بإخراج قلبي الدفاع، جوج مدافعين، كيخرج جوج مدافعين. العزوزي الذي هو في الأصل ليس مدافع أصلا، هو غير كيرقع به تما في قلب الدفاع لأنه هو لاعب وسط الميدان. بما أن اللاعب قلب الدفاع لا يوجد الكثير من اللاعبين في هذا المركز، اعتمد على العزوزي في هذا المركز. اوكي، اعتمدت عليه في المباراة الأولى والمباراة الثانية، اوكي متفقين معك، صافي خلتنا في ذاك المركز. لكن باش تنوض وتخرج العزوزي وتخرج بوكامر مع بعضهم البعض ثم تلعب بدون قلبي الدفاع، راه كارثه هذه يا صاحبي، راه كارثه، راه مستحيل. ما يبغيش العقل، راه ما كيقبلهاش كاع انك تخرج جوج مدافعين. يعني بحال الا جيتي عند ريال مدريد عند انشيلوتي وقلتي له لعبنا وخرج لي اوديغار وخرج لي ناتشو ولعب بدون قلبي الدفاع وخرج حتى الحارس كاع، خرج حتى كورتوا، هو لعب، واش تخسر ولا تغلب؟ يعني صافي كتعطي المباراه للخاص. هكا دار سكيتيوي البارح، خرجنا قلبي الدفاع العزوزي وخرجنا بوكامر ولعبنا بدون قلب الدفاع. قال لك علاش؟ قال لك بغى يلعب الكل في الكل، بغى يفوز، وانت ما حافظتيش حتى على التعادل مع فريق اصلا كنا الطرف الافضل، كنا احنا افضل من اوكرانيا 1000 مره، مهاريا، فنيا، مستوى اللاعبين وفنيه اللاعبين، يعني نتفوق على اوكرانيا في كل شيء. تفوقوا علينا فقط في الكرات العاليه لانهم طوال القام علينا فقط. لان جوج فرصات يعني من فرص غريبه وعجيبه جدا سجلوا علينا هدفين. لماذا؟ لأن المشكل كنا نلعب بدون دفاع، هذا هو المشكل. المدرب قام بإخراج الدفاع ثم أقحم موهوب وأقحم ياسين كشطا اللي بغيتي تخرج الدفاع كل خرجت الوسط ودير ياسين كشطا ودير موهوب يعاونوا لاطاك، ماشي تخرج الدفاع تخلي الدفاع متقوم باللور وتلعب له هجوم وتنسى الدفاع. لا، خرج لك الهدف الخلاص وهدف قاتل يعني مدرب مبتدئ، مدرب لا أعرف حقا، لا أعرف كيف يتم اختيار المدرب للمنتخب الوطني المغربي. كيف ما هي امتيازات هذا المدرب حتى يكون مدرب للمنتخب الوطني المغربي؟ ما هي إنجازات هذا المدرب؟ لكن الكل يعرف ما هي الإنجازات، هو أن لديه وسيطة، هو أن الركراكي توسط لطريق سكيتيوي حتى يكون مدربا للمنتخب الوطني المغربي. لماذا؟ لأن سكيتيوي لن يتكلم ولن يدافع ولن يطالب بلاعب المنتخب الأول أن يكونوا في المنتخب الأولمبي، وهذا ما كان يحدث سابقا مع الشرعي، رغم أننا لم نكن نحب الشرعي أيضا لأنه كان يلعب كرة القدم دفاعية. لكن ما قام به
يوم أمس سكيتيوي لن يقوم به الشرعي ولن يقوم بتلك التغييرات الغبية. لا، الشرعي لم يكن ليخرج قلبي الدفاع أبدا، لكن الشرعي كان يطالب بلاعب المنتخب الأول، لأن ركراكي كان كيهز له اللعابة من المنتخب، كيهز له 8 لعابة 7 لعابة، وكيبقى كيلعب المنتخب الأولمبي بدون لاعبين. داكشي علاش كان كيطالب، وفي الأخير تفاهم مدرب مع رئيس الجامعة وجراو على الشرعي وجابوا لنا طريق سكيتيوي باش يديروا له فيها اللي بغاو الرا الشاشه. دابا حنا حاليا اصلا ما عارفين شكون هو المدرب، واش وليد الركراكي هو المدرب الاولمبي ولا سكيتيوي هو مدرب الاولمبي، يعني غير صوره كدار ما عرفناش. يعني ما حدث يوم امس هي فضيحه كرويه، فضيحه بمعنى الكلمه، لان لدينا في المنتخب منتخب لاعبين يتوفر على لاعبين كبار. أنا لن أتحدث عن مستوى اللاعبين لأن كل اللاعبين أخطأوا يوم أمس، وخاصة الزلزولي هو ليس لاعب يستحق أن يلعب بشكل أساسي أبدا، لكن يوم أمس المدرب تركه يلعب 90 دقيقة والوقت بدل الضائع ولم يقم بإخراجه. نعم، خرج سفيان الرحيمي اللي كان كيزعزع الدفاعات واللي كان كيدير المشاكل للدفاع الأوكراني، رغم ذلك خرجوه وما خلاش الزلزولي، خلاه تما قال لكم هاكم زيدوا يطرطق المره للجمهور المغربي. خرج بن صغير الذي اضاع الكثير من الكرات، الذي مراوغه زائده، يعني كاين شي مراوغات كيديرها بن صغير لا داعي له. راه وقت الاول والثاني اطلق الكره، ما تعجنش الكره، ما تزيدش صاحبي، صافي بارك، حنا ما غالبينش، حنا متعادلين، حنا خاسرين، تزيد عاد تعجين في الكره. يعني ورغم ذلك كان أفضل من الزلزولي لم يقدم أي شيء يذكر، بل كان عبء على المنتخب، كنا نلعب ب10 لاعبين كما قال أحد الصحافة يوم أمس، أحد المحللين في بين سبورت قال أن المنتخب الوطني المغربي هو الذي كان يلعب ب10 لاعبين وليس أوكرانيا، لأن مع الزلزولي كنا نلعب ب10 لاعبين. لذلك المباراة المقبلة ستكون مصيرية، ستكون حاسمة بين المنتخب المغربي والمنتخب العراقي، لأن المجموعة كل فريق لديهم 3 نقاط، المغرب 3 نقاط والعراق 3 نقاط، وكذلك أوكرانيا والأرجنتين. هؤلاء لا يهمنا، ما يهمنا هو المغرب والعراق، لأن هؤلاء عرب، منتخبات عربية. كنا نتمنى وكنا نفضل ألا تكون هذه المباراة مصيرية، وأن تكون تحصل الحاصل، أن تكون العراق فائزة على الأرجنتين أو تعادل، وكذلك المغرب أن تكون فائزة على أوكرانيا. المغرب هي التي لم تفوز حقيقة، المغرب هي التي أضاعت الفوز، هي التي فرطت في الفوز. لماذا؟ لأن المغرب والعراق لديهم مدربين هاويين، لديهم مدربين أغبياء بمعنى الكلمة، لا مدرب العراق ولا مدرب المغرب، مدربين أغبياء هاويين بدون فكر كروي، بدون فكر تكتيكي أبدا. هؤلاء لا يستحقون أن يدربوا منتخبات كبيرة كالعراق والمغرب. هؤلاء يجب أن يظلوا في باريس وألا يعودوا إلى العراق ولا إلى المغرب. لذلك أتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي في المباراة المقبلة أمام العراق، وإن حدث العكس وفازت العراق فأنا سأدعم أي منتخب تأهل من هذه المجموعة، سواء تأهل المغرب أو تأهل العراق، لأن المغرب هو وطني الأصلي وكذلك العراق هو وطني الثاني، ولذلك أنا أدعم هؤلاء المنتخبين وسأدعمهم وأحبهم ما دمت حيا. والسلام عليكم.